بنات كنقدموها لكم نشوف تيفي. مرحبا بكم. البداية من الشرق الأوسط، بحيث استغرب نشطاء المواقع الاجتماعية الخبر مفاده أن الأرض رفضت استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون لحظة دفنه. قالوا أن السبب حسب مواقع إخبارية راجع الهزة أرضية وقعت لحظة دفن شارون جثة الإسرائيلي، ما أثار استغراب الكثيرين. في موضوع آخر، دول النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمخرج المصري مجدي أحمد علي كيقول فيها أن المشاهد الجنسية الساخنة في الأفلام ليست محرمة، بدعوى أن القرآن ذكر ذلك في سورة يوسف. تصوير موقف امرأة العزيزة عندما راودت نبي الله يوسف عن نفسه. وقال المخرج السينمائي: السينما لو صورت هذا المشهد الآن فلابد أن تكون شخصية هذه الزوجة امرأة عارية. نخليكم مع هذا الفيديو. في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن الكريم، أما كان يمكن أن يقول الرب سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى، إنه يعني قربت منه وجري وراح ماشي وخلاص؟ ليه وصف في القرآن في ولا قال همت به وهم بها لولا أن لا وهم بها وهمت به، ووصف الحركة. بص هكمل كلامي. أنت سألت السؤال 10 دقايق، الإجابة مش مديني دقيقة. الوصف كان، لو انا ترجمت الوصف ده الى صوره هعمل اللي حضرتك بتقول عليه واللي انت زعلان منه. في تغريدات المشاهير، نشرت الفنانة المغربية لطيفة أحرار عبر حسابها في الموقع الاجتماعي فيسبوك صورة كتظهر فيها وهي كتقفز مبتسمة، معلقة عليها في تدوينة طفلة إلى الأبد. صورة لقات إعجاب كبير من طرف جمهور الفنانة المغربية، وتعليقات توجهت لها كثيرة في هذا الشأن. لحظة مشاهدينا، غادي نشاهدوا جميع بعض الصور اللي اختاريناها لكم فقرة صور وتعليق. نخليكم معها ورجع لكم. كنتمناو هاد الصور تكون نالت اعجابكم. اما اللحظه وصلنا مشاهدينا مع ختام موعد اخبار نت، على امل لقياكم في حلقه جديده. غادي نخليكم مع فقره توب 3 اللي من خلالها كنقدموا لكم ابرز 3 ديال الفيديو داروا البوز سوغ انترنت. وبهذا وصلنا معكم مشاهدينا لختام موعدكم اخبار نت، على امل لقياكم في حلقه جديده. في امان الله. الصوت جيدا لديك؟ إيهاب، هل لديك من جديد في محافظة السويس؟ Think about that, but I can't make a connection. I mean, that's something, it's like Paul said, that's the old him, and who he is now is the person I love. And whoever he is, you know, after the surgery or whether he even gets it is irrelevant to me ultimately. I mean, I want him to achieve his goals.